الألعاب نشاط ترفيهي جميل، في نفس الوقت عدى عليه أجيال كتير وتطويرات كتير خلال السنين. في الفيديو ده هتكلم عن أفضل ألعاب الجيل الخامس من أجهزة الألعاب أو جيل البلاي ستيشن 1. وقبل ما أبدأ حابب أقول إن طبعا كل الألعاب من وجهة نظري الشخصية، فلو في لعبة حلوة وأنا متكلمتش عنها اكتبها في كومنت ويلا نبدأ. أنا ما كانش جزء كبير من طفولتي مع ألعاب سونيك، ولكن لعبت ألعاب سونيك كلها تقريبا. في الجيل ده عموما هتلاقوا إنه كان متميز جدا من حيث ألعاب البلاتفورم، وسونيك 3 and Knuckles واحدة من أفضل ألعاب البلاتفورم وأفضل ألعاب الجيل الخامس. أبدأ منين؟ اللعبة من قبل ما تشوفها أصلا هتعرف إنها لعبة جميلة من الساوند تراك بتاعها. الساوند تراكات بتاعت سلسلة سونيك كلها ممتازة، والجزء ده ما يختلفش عنهم. والجرافيكس كمان مش هتكون متضايق وانت بتلعب اللعبة، وكفاية انهم استخدموا نفس الارت ستايل في سونيك مينيا. واللعبة نفسها لما تدخل في اللعبة هتلاقي ان في زونز كتير مشهورة في سلسلة ألعاب سونيك ولعبناها كتير، ولكن في سونيك 3 كانت كل الزونز جديدة، وتصميم المراحل في اللعبة من أجمل ما يكون، وفي كذا طريق تروح منه وكذا طريق تخلص بيه المرحلة. التنوع والانفتاح في المراحل بيخليها مراحل ممتازة. التصميم بيعتمد على السرعة، ولكن لو انت بتجري وقعت مثلا في حفرة فاللعبة في الأغلب مش هتموتك على طول، في فرصة لسه ممكن تلاقي طريق تاني أو تعرف تطلع تاني فوق. الطريق التاني أكيد هيكون فيه أعداء أكتر ويكون أصعب طبيعي عشان اللعبة تعاقبك على غلطك، بس مش هتفصلك وتموت على طول. سونيك 3 واحدة من أفضل ألعاب الجيل ومن أفضل ألعاب ال2D، وتستحق لو ملعبتهاش إنك تجربها، ولو بتحب البلاتفورمز هتحب اللعبة. سلسلة كراش بانديكوت، واللي أول جزء ليها كان جيم تشينجر وأول لعبة 3D بلاتفورم في التاريخ. ألعاب كراش هي كانت الألعاب اللي بتشكل طفولتي ومن السلاسل المفضلة بالنسبة ليا، ولعبت كل الأجزاء الحلوين والوحشين، وكراش بانديكوت وورد أو كراش 3 من الأجزاء الحلوة. اللعبة أخدت أفكار الأجزاء اللي قبل كده وطورت منها. اللعبة عبارة عن 5 مناطق، كل منطقة فيها 5 مراحل، في آخر كل مرحلة بوس، وكل بوس بتهزمه بيديك ابيلتي جديدة، ومراحل متنوعة ومليانة أفكار، واللعبة كانت سابقة وقتها. وسلسلة كراش هي كانت صانعة ألعاب ال 3D بلاتفورم. التنوع في زوايا الكاميرا والمراحل كان شيء جامد، يعني ممكن تلعب مرحلة تبدأ 3D وبعدين تتحول 2D وبعدين حاجة تجري وراك فالكاميرا تبقى من قدام، وكل ده كان في نفس المرحلة. التنوع ده خلى ألعاب كراش أكتر ألعاب بلاتفورم متنوعة. بتلعب المراحل دي مع الساوند تراك أسطوري، ولما بتخلص لعبة ضد بوس جامد وكل البوسز مختلفين عن بعض، خصوصا أفتكر دينجو دايل كان بوس أسطوري. وحتى لو مجربتش اللعبة زمان تقدر تجربها دلوقتي بنسخة الريماستر على البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 والبي سي. سلسلة ريزيدنت ايفل واحدة من أقدم وأكتر السلاسل المحبوبة، وحاليا هي من أنجح السلاسل في المبيعات. وبداية السلسلة كانت قوية بأول جزء اللي نزل على بلاي ستيشن 1 سنة 96. اللي كان بيميز اللعبة هو الأجواء بتاعتها، التصميم ونظام الكاميرا الثابتة اللي كان جديد وقتها، وعناصر رعب مميزة وألغاز ممتازة جدا. في ناس كتير شايفة إن سايلنت هيل هي أفضل لعبة رعب، وفعلا هي أسطورة، ولكن من غير سلسلة ريزيدنت ايفل ما كناش هنشوف ألعاب رعب نظيفة بجد. ريزيدنت ايفل مش لعبة عادية بل هي جيم تشينجر. طيب، وقبل ما اخش على المركز اللي بعد كده، عارف ان في ناس ممكن تختلف معايا، ولكن القائمة دي من وجهة نظري الشخصية. ولعبة سبايدر مان اللي على البلاي ستيشن 1 من اكتر الالعاب اللي استمتعت بيها، ومن افضل العاب السوبر هيرو اللي ممكن تجربها. اللعبة فيها شخصيات كتير من عالم سبايدر مان، عندك دوك اوك وسكوربيون وفينوم وبلاك كات وغيرهم كتير. اللعبة قدمت كومبوهات حلوة جدا، والتنقل كان كويس، مش من الالعاب اللي تقول عليها العاب تسويقية زي سبايدر مان 3 مثلا، لا، سبايدر مان بتاعت البلاي ستيشن 1 بجد من احلى العاب السوبر هيرو اللي لعبتها في حياتي، وافضل لعبة في الجيل الخامس كله، واعتقد ان دي ما فيهاش نقاش كتير، وهي ماتل جير سوليد. ابدا منين؟ ابدا بان ماتل جير مش لعبة عادية بل انها جيم تشينجر، ولكن ماتل جير مش مجرد جيم تشينجر زي كراش مثلا، بل ماتل جير هي اللعبة اللي ابتكرت جانرا العاب الستيلث. وكمان اللعبة كان فيها قصة، شخصيات، وحوار. الاستوديو عبقري انه قدر يحط كل الكم ده من المحتوى على لعبة على البلاي ستيشن 1، بغض النظر عن كوجيما الحالي اللي بيواجه انتقادات كتير من بعد لعبته ديث ستراندنج، الا ان مفيش حد ينكر ان الراجل ده من اساطير الصناعة، وكفاية الاسطورة ماتل جير. وبس كده، دي كانت قائمة بأفضل ألعاب جيل البلاي ستيشن 1. ولو في لعبة شايف إنها تستحق إني كنت أتكلم عنها ومذكرتهاش في الفيديو اكتبها في كومنت. وبس، أشوفكم الفيديو الجاي.